السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في أخبار ريال مدريد. لو بتحب الريال هتلاقي كل أخبار ريال مدريد بالتفصيل في هذا الفيديو، ولكن قبل كل شيء أطلب من حضراتكم كتابة تعليق اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واعملوا لايك لهذا الفيديو لتشجيعنا لعمل المزيد من الفيديوهات. شكرا لحضراتكم. عدد مشاهدي الجولة الأولى من الليغا، الريال يتفوق بفارق كبير عن البارسا. مانشستر سيتي يوجه صدمة لجوارديولا بسبب رودريجو. ريال مدريد منفتح على بيع رودريجو وذي الوجهة الأقرب للاعب. الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى. كاريراس يكتسح أرقام الليغا مع ريال مدريد في أول جولة. امبابي يسحب البساط من تحت أقدام فينيسيوس. ألونسو يكسر روتين أنشيلوتي في أول مباراة بالدوري الإسباني. رد فعل بلينغهام على هدف مبابي أمام أوساسونا. كاري راس يحصل على هدية من زملائه بعد مشاركته الأولى في الليغا. تبادل الرسائل بين فيني وكيليان امبابي. بعد إصابة هافرتز، هل حان موعد خروج رودريغو من ريال مدريد؟ ريال مدريد متردد في التعاقد مع رودري. لا تنسوا الصلاة على الحبيب، ويلا لتفاصيل هذه الأخبار. عدد مشاهدي الجولة الأولى من الليغا الإسبانية، الريال يتفوق بفارق كبير عن البارسا. شهدت الجولة الأولى من الدوري الإسباني موسم 2025-26 تفوق مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا من حيث عدد المشاهدات، حيث تابعها 738 ألف مشاهد بنسبة 8.4%. وجاءت مواجهة برشلونة مع ريال مايوركا في المركز الثاني ب 453 ألف مشاهد، بينما حلت مباراة أتلتيك بلباو وإشبيلية ثالثا ب 300 ألف مشاهد. مانشستر سيتي يوجه صدمة لجوارديولا بسبب رودريجو. كشف الصحفي ساشا تافولري أن حلم بيب جوارديولا بضم رودريجو من ريال مدريد تلقى ضربة قوية من داخل بيته. فبينما كان السيتي مستعدا لتقديم عرض يقارب ال 100 مليون يورو، ارتبط بشكل مباشر بانتقال فاسينيو إلى توتنهام. تدخل فيران سوريانو المدير التنفيذي لمجموعة السيتي ليوقف المسار. سوريانو وبخلاف رغبة جوارديولا الواضحة رفض الدخول في مغامرة مالية اعتبرها غير مناسبة في الوقت الحالي، ليعطل بالتالي خطتين في وقت واحد: صفقة رودريغو وصفقة سافينيو. ريال مدريد منفتح على بيع رودريغو وهذه الوجهة الأقرب للاعب. أفادت شبكة سكاي سبورتس عبر الصحفي ساشا تافولري أن نادي ريال مدريد منفتح على بيع لاعبه البرازيلي رودريغو هذا الصيف. ورغم أن رودريجو لم يطلب بشكل صريح مغادرة النادي، إلا أنه يمنح الأولوية دائما للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز رغم محاولات نادي النصر السعودي لضمه. وحتى الآن لم يتقدم أي نادي بعرض رسمي للتفاوض مع فلورنتينو بيريز بشأن رحيل رودريجو. أكثر الأندية جدية في رغبتها بالتعاقد مع رودريجو كان مانشستر سيتي، اللي كان مستعد لتقديم عرض يقارب من 100 مليون يورو، لكن بشرط رحيل سافينيو إلى توتنهام. صدفة غريبة تجمع ماستن تونو مع زيدان. شهدت مباراة ريال مدريد الافتتاحية في موسم 2025-26 مفارقة لافتة، إذ صادف الظهور الرسمي الأول للموهبة الشابة فرانكو ماستنتونو مع الفريق الملكي، نفس التاريخ الذي ظهر فيه الأسطورة زين الدين زيدان بقميص البرنجي قبل 24 عام. ففي 19 أغسطس 2001 خطى زيدان أولى خطواته بقميص ريال مدريد ليبدأ رحلة أسطورية صنع خلالها أمجادا ستظل محفورة في ذاكرة جماهير البرنابيو. الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى. افتتح كيليان امبابي موسمه مع ريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-26 بتسجيله هدف الفوز أمام أوساسونا، ليؤكد صدارته لقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى خلال عام 2025. ويتربع النجم الفرنسي على القمة ب 30 هدف في 33 مباراة، متقدما على مواطنه عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الذي أحرز 25 هدفا في 31 مباراة. في المركز الثالث حال الغيني سيريو جراسي مهاجم بروسيا دورتموند برصيد 22 هدف في 26 مباراة. يليه البولندي روبرتو ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة برصيد 19 هدف في 28 مباراة. كاري راس يكتسح أرقام الليغا مع ريال مدريد في أول جولة.
خطف ألفارو كاريراس الأضواء في ظهوره الرسمي الأول مع ريال مدريد خلال مواجهة أوساسونا اللي انتهت بفوز الملكي 1-0 في افتتاح الدوري الإسباني، بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين تمريرا ناجحا في الثلث الأخير في الجولة الأولى من الدوري الإسباني. وبحسب إحصائية سوفا سكور أتم كايراس 57 تمريرة ناجحة في الثلث الأخير، متفوقا على أسماء بارزة زي بيدري 46 وأردا جولر 43 وفالفيردي 39. هذا الأداء المميز منح المدافع الإسباني الشاب انطلاقة قوية في موسمه الأول مع المرينغي، مؤكدا أنه سيكون إحدى الأوراق الرابحة لتشابي ألونسو في مشوار الفريق محليا وأوروبيا. رد فعل ماستانتونو على أهداف ريال مدريد في الليغا. أشعل كيليان امبابي مدرجات سان دييغو برنابيو بعدما افتتح أهداف ريال مدريد في الدوري الإسباني، مسجلا ركلة جزاء قاد بها فريقه للفوز 1-0 على أوساسونا. اللقطة لم تتوقف عند الهدف فحسب، بل خطفت الكاميرات رد فعل فرانكو ماستانتونو الوافد الجديد إلى المرينجي، والذي كان يشارك في الإحماء رفقة زميله غونزالو غارسيا. امبابي يسحب البساط من تحت أقدام فينيسيوس. بعد عام واحد فقط من وصوله إلى ريال مدريد، نجح كيليان امبابي في قلب موازين الزعامة داخل غرفة ملابس الفريق الملكي. فبينما كان فينيسيوس جونيور هو الرمز الأول بعد قيادته المرينجي للتتويج بدوري أبطال أوروبا، جاء الموسم الجديد ليكشف عن تحول كبير في الأدوار بعدما بات الفرنسي هو القائد الهجومي الأول وصاحب الكلمة العليا في الميدان. مباراة أوساسونا الأخيرة كانت نموذج واضح على ذلك. مبابي لم يكتفي بتسجيل هدف الفوز، بل تصدر المشهد بالأداء والفعالية، متفوقا حتى في سلاح المراوغات الذي لطالما اشتهر به فينيسيوس. الأرقام أكدت هذا التفوق، حيث أتم النجم الفرنسي 8 مراوغات نجاحة من أصل 12، ليتفوق على أبرز منافسيه في الليغا على غرار لامين يامال ونيكو ويليامز، ويكرس نفسه كأكثر اللاعبين حسما وتأثيرا. ألونسو يكسر روتين أنشيلوتي في أول مباراة بالدوري الإسباني. استهل تشابي ألونسو مسيرته في الدوري الإسباني كمدرب ريال مدريد بأسلوب مغاير لما اعتاده جمهور الفريق في عهد كارلو أنشيلوتي. وفي الظهور الأول على مقاعد بدلاء اللوس بلانكوس بالليغا أمام أوساسونا والتي انتهت بفوز الملك 1-0، قرر ألونسو كسر تقليد كان راسخا لدى سلفه. فبينما اعتدى أنشيلوتي الكشف عن التشكيلة الأساسية قبل ساعتين من صافرة البداية، فأجاء ألونسو الجميع بإعلان تشكيلته قبل حوالي 70 دقيقة فقط من المباراة. في خطوة بدت وكأنها إشارة واضحة لرغبته في وضع بصمته الخاصة منذ اليوم الأول له بالدوري الإسباني. رد فعل بلينجهام على هدف إمبابي أمام أوساسونا. كشهدت مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو مساء أمس الثلاثاء تواجد جود بلينغهام لمتابعة مباراة ريال مدريد الافتتاحية أمام أوساسونا. النجم الإنجليزي جلس في مدرجات كبار الشخصيات إلى جانب والدته، وبدت عليه علامات الاستمتاع بالأجواء، لكن لقطات الكاميرات رصدت لحظة خاصة عند تسجيل كيليان امبابي هدف فوز من ركلة جزاء في الشوط الثاني. أظهر بلينغهام رد فعل عاطفي لافت، حيث قفز من مقعده فرحا وشارك الجماهير سعادتها بالهدف الحاسم لزميله الفرنسي كيليان امبابي. كاريراس يحصل على هدية من زملائه بعد مشاركته الأولى في الليغا. خاض الإسباني ألفارو كاريراس أولى مباراته بقميص ريال مدريد في الدوري الإسباني. الظهير الشاب ظهر بشكل لافت على الجهة اليسرى، حيث برز بحماسة في الالتحامات الدفاعية وتقدمه الهجومي ليساعد الفريق على الخروج بشباك نظيفة في الظهور الأول بالليغا. وبعد صافرة النهاية احتفل زملائه بالمناسبة بمنحه قميصه الأول، موقعا من جميع لاعبي الفريق المشاركين في المباراة كهدية تذكارية تؤرخ بدايته الرسمية مع ريال مدريد. تبادل الرسائل بين فيني وكيليان امبابي. نشر فينيسيوس جونيور عبر حسابه على انستغرام ستوري صورة له مع كيليان امبابي أثناء احتفالهم بالهدف الأخير ضد أوساسونا. النجم الفرنسي أعاد نشر الصورة بدوره وعلق عليها بكلمة أخي، في إشارة إلى العلاقة المميزة التي تجمع الثنائي داخل ريال مدريد. بعد إصابة هافرتز، هل حان موعد خروج رودريغو من ريال مدريد؟ كشف الصحفي البريطاني ديفيد أورنستين أن نادي أرسنال قرر دخول إلى سوق الانتقالات بحثا عن مهاجم جديد لتعويض إصابة كافي هافرتز، ما فتح باب التكهنات حول مستقبل البرازيلي رودريغو. اللاعب البرازيلي يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 2028، لكن اسمه برز كأحد الخيارات المحتملة أمام الفريق اللندني إلى جانب ارتباطه بالانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي. ريال مدريد متردد في التعاقد مع رودري. أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد يدرس بحذر فكرة التعاقد مع رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي والحائز على الكرة الذهبية بعد إصابته الخطيرة في الركبة الموسم الماضي، والتي أبعدته عن الملاعب قرابة عام.
ورغم أن اللاعب البالغ 29 عام يعد خيار لتعويض رحيل توني كروس ولوكا مودريتش، فإن النادي الإسباني متردد بسبب مخاطر حالته البدنية وسعره المرتفع 100 مليون يورو، وقد يؤجل القرار حتى الصيف المقبل لمراقبة تعافيه من الإصابة. ويملك النادي الإسباني حاليا مكانا شاغرا وحيدا في قائمته الأساسية المكونة من 25 لاعب، وأمامه مهلة حتى الأول من سبتمبر نهاية فترة انتقالات الدوري الإسباني الصيفية للتعاقد مع لاعب جديد. في الختام لا تنسوا الصلاة على الحبيب، واشوفكم في أخبار تانية عن ريال مدريد. لا تنسوا عمل لايك لهذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.